كل سنة وانتوا طيبين. يلا بقى نعمل العاشورة سوا، سهلة وما بتاخدش وقت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتوا طيبين، يا رب تكونوا بألف خير. هنجيب قمح من عند العلاف. تمام كده، انا كنت جايبة هنا نص كيلو. ممكن تجيبي الكمية اللي انت عايزاها، تجيبيه وتنقيه كويس وتروحي غسلاه كويس جدا، وبعد كده تسيبي بقى ميه كده بتغلي على النار، واول ما تغلي تسقطي فيها القمح وتسيبيهم يغلوا مع بعض غلوتين كده، غلوتين 3 براحتك يعني. اهو اي ريم كده يطلع تبداي تشيليه بالمعلقه وتسيبيها بقى تغلي حبه صغيرين كده، وبعدين تروحي قافله بقى النار ومغطياها وسايباها في الميه السخنه لحد ما تنفش معاكي وتبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده معاكي كده من ساعه لساعتين. في ناس بتسيبها طول الليل، براحتك على حسب وقتك. نيجي بقى نعمل الخليط اللي احنا هنربط بيه. بجيب معلقتين نشا واربع باكت فانيليا وباكت كريم شانتيه، بحطهم على بعض واحط عليهم كوبايه لبن ساقع واقلبهم كويس جدا لحد بس كده ما يدوبوا، ما يبقاش في اي حاجه مكلكعه معايا، لازم تبقى دايبه كويس جدا. واركنهم كده لحد ما اجهز العاشوره. هنا اضيف بقى اللبن عليها، ولعت عليها النار تاني وبدأت اضيف اللبن والسكر على حسب يعني حسب الرغبة. وانا بحب اكسرها شوية، ما بخليهاش عاملة زي العصير، لا بكسرها شوية بحيث ان الحب ايه ما يبقاش باين قوي. وتقدري تضيفي قشطة لو انت عايزة براحتك. انا هنا كان في قشطة مجمعاها، يعني جبتها خرجتها من الفريزر وسبتها تفك ورحت ضفتها. واول ما يبدا يغلي معاكي كده تنزلي عليه بقى بالخليط بتاع النشا والكريم شانتي والفانيليا وتفضلي تقلبي، هتلاقيه على طول بدا يربط معاكي. بصي هنا خلاص هو كان ربط وخد غلوه كمان. خلاص في المرحله دي بقى تقفلي عليها وهي كده بقت استوت وبقت جاهزه. وبعد كده بقى تبداي تقدميها في كاسات او كوبايات براحتك وزي ما انت عايزه. بيتحط عليها اضافات كتير، في ناس بتاكلها سخنه وفي ناس بتاكلها ساقعه. انا هنا حطيت جوز هند، ممكن انتي تحطي زبيب او مكسرات على حسب المتاح عندك. في ناس بتحب تاكل عليها قرفة، ولما تتجمد معاكي تقدري تضيفي عليها ايس كريم وصوص كراميل كمان لو انتي حابة، او صوص شوكولاتة، اللي انتي عايزاه اللي انتي عايزاه تعمليه. وبكده بقى الفيديو بتاعنا يكون خلص. اسيبكم بقى تروحوا تعملوها وتقولوا لي رأيكم ايه في التعليقات، وما تنسيش تبقى تتابعيني علشان يوصلك كل الفيديوهات بتاعتي.